هاي بنات، الاخبار؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. فيديو النهارده انا عايزه اصوره بسرعه عشان هو عباره عن فيديو انبوكسنج. جيمي كانوا كلموني وقالوا لي ان هم هيبعتوا لي حاجات انا ممكن اختارها من على الويب سايت بتاعهم او من الابلكيشن بتاعهم اللي هو جوميا. فطبعا اطلقت العنان لنفسي ودخلت على الابلكيشن بتاعهم وجبت كل الحاجات اللي انا بحبها. سو اكسايتد ان انا اوريكم الحاجات اللي انا اخترتها، لان اخترت المره دي حاجات يعني اغلبها اعرفها وبحبها، فعايزه افتح معاكم البوكس بصراحه عشان عايزه اشوف الحاجات اللي جات لي. الحاجات اللي انا طلبتها كانت عباره عن من البيوتي سيكشن، وكمان هدوم تقريبا اللي افتكره تقريبا يعني جبت بنطلون واحد. فخليني ابتدي معاكم بالبنطلون اللي انا جبته. انا كنت اشتريت بنطلون رياضه، لقيت عندهم كوليكشن فظيع باسعار وهميه. عندهم على الابلكيشن لبنطلونات الجيم، فلقيت عندهم حاجات تحفه. فانا هفتح معاكم واوريكم البنطلون اللي انا جبته. ده البنطلون اللي جبته. طبعا انتوا مش هتشوفوا او مش تعرفوا تشوفوا تفاصيله لان هو كله اسود، بس هو انا جايباه للجيم، يعني انا مش جايباه عشان اخرج بيه في الشارع، لان زي ما انتوا شايفين هو فيه هنا زي ديتيل كده. استنوا بس، هو الستايل بتاعه زي ما انتم شايفين في دانتال وفي زي كده شيفون، فهو سي ثرو. فخليني احاول ادخل ايديا بحيث انتوا تتخيلوا الشكل. هو عامل كده يعني، فبس يعني حاسه ان هو حلو، ان بدل ما كل لبس الجيم اللي عندي كله اسود اسود، فقلت خلينا نجيب حاجه جديده، يعني ان هو يكون فيه زي قصه من هنا من الرجل يعني. فعندهم حاجات رقيقه جدا 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 جدا. بعد كده خلينا افتح معاكم البوكس اللي جبته. زي ما انتم شايفين انا لاحظت ان هم حاطين زي ستيكر هنا فراجايل، لان انا تقريبا طالبه حاجات فيها ازاز، نيل بولشز وبرفيوم. فخليني افتح واو انا نسيت انا كنت جايبه ايه. اوكي خليني اوريكم. بصوا دي الحاجه كده بتيجي في البوكس وكلها بتبقى راب بالبابل راب دوت. جبت الستريبرز دوت من عندهم، هو على شكل بطيخه. طبعا انا جايباه للصيف، يعني قلت ان انا خليني اجيبه عشان لما يخش الصيف لو رايحه مصيف ولا حاجه. شوفوا شكله تحفه ازاي. خلينا نتأمله لوهلة. تخيل ده كان سعره كام؟ ده كان سعره ب99 جنيه على الابليكيشن، وكان في كمان الوان تانية كتير، وكان في اشكال تانية كمان. كان في على شكل اناناس وعلى شكل فراولة والوان كتير، ابيض ووردي واصفر. شكلهم تحفة بجد قوي 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 للصيف والمصيف يعني، وعلى سعرهم بجد I can't wait ان الصيف يجي. انا مره لما رحت صالون كنت بعمل مناكير ضوافري، فاخترت لون من عند الستاند اللي هم حاطينه، وكان لون بيج كده وكان من ماركه يولو. ولما البنت حطت اللون دوت على ضوافري، عايزه اقول لكم اللون كان تحفه. كان عباره عن نود كده، فضل قاعد على ضوافري لمده 4-5 ايام. فمن ساعتها وانا حاطه في دماغي ان انا عايزه اروح اشوف ماركه يولو بتاعت النيل بولشز ديت، واجيب من عندهم نيل بولشز كتيره. فوانا على جوميا لقيت عندهم النيل بولشز بتاعت يولو، وعندهم حاجات كتيره كمان. فطبعا انبسطت قوي وجبت لي كذا لون. خليني اوريكم الالوان اللي انا جبتها. انا ما جربتش ولا لون لغايه دلوقتي، بس شكلهم تحفه 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 تحفه. متهيألي اللون دوت هيطلع خطير. هو انا جبت ايه؟ انا بصوا جبت ايه. بصوا انا جبت من عندهم ايه. جبت لونين، جبت اللون اللي هو البيج دوت، وجبت اللون اللي هو اللون البني دوت تحفه. ده رقمه 127 وده رقمه 124. ولقيت كمان عندهم توب كوت، فقلت خليني اجرب التوب كوت عندهم عامل ازاي. انا كنت جربت التوب كوتس قبل كده ماركات تانية وحسيت ان هم ما بيعملوش حاجه. وكمان لقيت عندهم حاجه اسمها نيل كير جل وذ كالسيوم. ده اتوقع انا كنت فاكره ان هو عباره عن فيتامين للضوافر، بس طلع ان هو بيدي لمعه وبيخلي الضوافر تنشف بسرعه. ده كلهم مكتوب عليهم كده. بقى متهيألي صح زي ما انا فكرت. متهيألي دوت فيتامينز للضوافر يعني انا لقيت ضوافري كلها عماله تتكسر، فلسه كمان ده لسه مكسوره. فقلت كويس ده وقته ان انا اجربه واشوف بقى ان اذا كان فعلا هيدي نتيجه ولا لا، ولو بيدي نتيجه هقول لكم طبعا. وجبت كمان الفاونديشن دوت اللي من لوريال، اللي انا طبعا قلت عليه 1,1300 مره. ده اللي انا حاطاه النهارده، بحبه وبنصح بيه دايما. يعني انا لغايه دلوقتي بيجيلي اسئله ايه الفاونديشن اللي انا بحطه، تنصحيني استخدم فاونديشن ايه؟ لو انت بشرتك من المختلطه الدهنيه جربي بليز لوريال. بيدي كفرج حلو قوي، وبجد بحس ان هو سهل في الاستخدام، مش تقيل قوي
بس برضو مش خفيف في نفس الوقت. هو مشكلته بس الوحيده معايا ان انا بحس ان هو مش اللون المناسب. يعني انا بستخدم 20 و24. 24 بحس ان هو غامق عليا شويه، و20 فاتح قوي، فبضطر ان انا اميكس يا اما 20 و24 مع بعض، او ان انا اميكس مثلا 20 مع فونديشن اوريدي اغمق عندي، وهكذا. بحيث ان انا يعني احاول ان انا اجيب الدرجه بتاعتي، لدرجه ان انا كل ما اجي اخلص الفونديشن دوت اقول خلاص مش هشتريه تاني، وهجرب بقى فونديشنز تانية بحيث ان انا اشوف حاجات تانية. بس لا، كل ما اجي اجرب فونديشن تاني بحس ان انا برجع له، لان هو كمان سعره كويس وكده، وبحس ان هو بيديني كفرج اللي انا عايزاها، فبيبقى سهل ان انا ارجع له. فلو بتدوروا على فونديشن بليز جربوا لوريال انفاليبل. وجبت كمان حاجه جديده قلت خلينا نجربها. ثانيه واحده اشيل الرابينج. جبت اللبستيك دوت او الليب جلوس من لوريال. انا اول مره اشوفه، اول مره اشوف حتى اللاين دوت. قلت خليني اجرب اللون. حسيت ان هو اللون اونلاين كان شكله حلو قوي، بس خليني انا بس اكشفه معاكم دلوقتي. تقريبا ده في حاجه بتكبر شفايف اي ثينك، انا ما جربتوش، بس خليني اجرب اللون. لونه تحفه، لونه تحفه، الواني يعني ما رحناش بعيد. ماشي اوكي، هبقى اجربه واقول لكم. بعد كده جبت حاجه انا اول مره اجربها، او لسه ما جربتهاش، لسه اول مره هجربها، بس سمعت عنها ريفيوز وبقالي فتره بدور عليها، وكل ما باجي اسال عليها مثلا فارماسي اونلاين او اونلاين ستور يكون بيبيعها، الاقيها يا اما سعرها غالي او الاقيها سولد اوت. اللي بسطني بقى ان انا لقيته في جوميا ارخص بكتير من لما لقيته في سعودي. هو بيسكلي اللي ما يعرفش دراي شامبو هو عباره عن ايه، هو عباره عن لو انت شعرك مثلا من النوع الدهني بتستحمي وتاني يوم بتلاقي شعرك زيت، فده مناسب للموضوع دوت جدا. بتجيبيه وبترشي، بتقسمي شعرك كده بالنص وبترشي هنا، وبعد كده ترشي برضو هنا، وتعمليه كده على فروه راسك، وعلى طول بتلاقي شعرك بقى رجع تاني مش مزيت كده، وتحسي ان هو بقى نضيف يعني. وغير كده كمان مبسوطه ان انا اجربه في موضوع الفوليوم دوت، بحيث ان هو عارفين لما الشعر يبقى ناشف من هنا وحلو من تحت، بحس ان هو بيدي فوليوم اكتر. فهجربه في الموضوع دوت هشوف هيعمل ايه. بس سو فار هو اصلا برودكت معروف ومشهور جدا، وحتى حاطين هنا الريتنج بتاعه واخد 4.6 من 5. ف I'm so excited. انا اخترت اللي هي الريحه بتاعت الكوكونات ان اكزوتيك. انا كنت جربت الروائح بتاعته في سعودي قبل كده، وانا عامه بحب روائح الكوكونات يعني، ف I'm so excited ان انا استخدمه. واخر حاجه جبتها من على جوميا هي عباره عن حاجه قلت لكم ان انا هخلصها وارجع اجيبها تاني، بس ما توقعتش ان انا هجيبها بالسرعه ديت، وما صدقتش ان هي على الابلكيشن بتاعهم بالسعر دوت. جبت البرفيوم من بيربري اللي هو البرفيوم بادي. لو انتوا اتفرجتوا على البرفيوم بتاعي اللي هو ماي برفيوم كولكشن هتفتكري ان انا كنت قلت ان انا دي من احلى الروايح، وان هي واو عليها شويه. دي البرفيوم اوريجينال. شايفين الباكجينج عامله ازاي؟ واو. وبتيجي كمان بالكيس بتاعتها، تحفه تحفه. لو في اي حد عايز يجيب برفيوم جربوا بيربري بادي. لو عندكم على برفيومز دي على جوميا سعرها لقطه. وطبعا